جماهير نادي الزمالك شتمت زيزو، مع ان هي السبب في رحيل زيزو. ليه يا عم هي السبب في رحيل زيزو؟ ما احنا اللي كنا عايزينه. ما انا هقول لك دلوقتي. انت ضغطت على الاداره لما كان زيزو جاي له عرض ب7 مليون دولار، اللي كان هيفك ازمه النادي 30 سنه لقدام. 30 سنه لقدام. مسكت في زيزو وقلت لا احنا عايزين زيزو. ولما زيزو الاداره ما عرفش تجدد له، مع انه زيزو قال لك انا بحب النادي الزمالك وانا هفضل معاه وانا مش عارف ايه، وانتماء ومش انتماء. يا عزيزي كرة القدم ما هي الا احتراف. بعيدا عن الانتماء، انا بنتمي للنادي ده، بس انا مع النادي ده مش هيديني فلوس، ما فيهوش فلوس، ما فيهوش استقرار. كل واحد بكلمته. طيب انا عندي نادي تاني جايب لي عرض وهيديني فلوسي وتمام مية مية، بس انا مش بنتمي ليه. بس انا راجل محترف، انا لعيب محترف. لا اروح. تجديد زيزو كان من السنه اللي فاتت، مش من السنه دي، من السنه اللي فاتت. مسكت في الاداره وانا واحنا عايزين زيزو، وزيزو مش عارف ايه، وشيكابالا طلع في برنامج وقال لك لا احنا بنبني الفريق على زيزو، وزيزو لازم يمضي ولازم يجدد، واحنا بنفضله واحنا مش عارف ايه واحنا بنكبره. مين اللي عمل زيزو؟ نادي الزمالك. مين اللي عمل بن شرقي؟ نادي الزمالك. مين اللي عرف الدنيا على عاشور؟ نادي الزمالك. مين اللي بيصدر اللعيبه دي؟ نادي الزمالك. امام عاشور من ناشئين نادي الزمالك؟ لا. بن شرقي من ناشئين نادي الزمالك؟ لا. ساسي من ناشئين نادي الزمالك؟ برضه لا. زيزو من ناشئين بقى نادي الزمالك؟ برضه لا. هتقولوا الفضل عليهم؟ اه. فضل نادي الزمالك على اللعيبه دي، ايوه فيه. بس هل انت دورت على اسباب ان بن شرقي مشي ليه؟ او دورت على اسباب عاشور مشي ليه؟ او دورت على اسباب ان زيزو مش عايز يجدد ليه؟ او انت عايز تدفع له فلوسك، وانت اللي بتقول انا هبيع له؟ واحد يطلع يقول انا اديله دور من العماره، والتاني يقول لك انا ابيع الجحشه بتاعتي وانا مش عارف ايه وايه وكلام. انت نفسك مش بتنتقد ليه؟ لان انت فاهم دماغك ان انت بتفهم كوره، وهي دي المشكله. انا بدور على مصلحه النادي. يقول لك النادي اولا وليس اللعيب. انا بفتهم زيزو افضل لاعب في مصر، وزيزو احسن لاعب في مصر، وغنيت له في مراحل كتير، وقلت انت زيزو احسن من الشحات، وزيزو افضل لاعب في افريقيا، والمفروض ان زيزو ياخدها، ومش عارف، وحوارات عملتها لنفسك وعملتها للاعب. ودلوقتي شتمت اللاعب وشتمت ابوه وشتمت الدنيا كلها، مع انه ده ما يصحش. ده ما يصحش. ما علينا يا سيدي. انت عشان راجل يعني دمك حامي وبتغير على النادي اللي هو اصلا مصلحته في الاولا، مصلحته اولا قبل اي لاعب. مصلحته اولا قبل اي لاعب. انا راجل في دماغك انت وبرايك انت ان انا ما بفهمش. ونادي الاهلي بيفضل الزمالك زي ما انت بتقول، ونادي الاهلي بيطلع لعيبه وياخدها الاهلي على الجاهز زي ما انت بتقول. هل نادي الاهلي راح لامام عاشور وعمل كوبري زي ما انت طلعت اشاعه وقلت ان امام عاشور طلع كوبري عشان يرجع على نادي الاهلي؟ امام عاشور طلع بنفسه وقال لك ان الاسباب اللي هي انت عارفها، ان ما حدش رجعني، ما حدش كان عايز يديني يدفع لي فلوس عشان ارجع تاني. زيزو لقى كلام كتير وكل يوم رأي ومفيش فلوس. هل زيزو بيفضل نادي الزمالك على الفلوس؟ لو بيفضل نادي الزمالك على الفلوس كان مضى يا باشا وجدد وزي الفل واستمر في النادي، مع انه عارف ان النادي فيه مشاكل. هديك مثال. ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي ده كان ناقصه ايه في البايرن؟ انا بشوف لعيبه البايرن كلها من الحارس للهجوم بيخدم على ليفاندوفسكي عشان يطلعه افضل مهاجم في العالم. ليفاندوفسكي عرض نفسه على برشلونه قال له انا ما عنديش فلوس، انا عندي مشاكل وما عنديش فلوس، عايز تيجي؟ اه يا عم اجي. طيب ماشي، خفض الراتب بتاعك وتعالى ايه انتقال حر، خلص عقدك براحتك وتعالى ايه انتقال حر. حب النادي، ما حبش الفلوس، شبع فلوس من البايرن، خلاص راح النادي. هتقول لي ما هو يا عم ده ليفاندوفسكي ما هو كده كده معاه فلوس مش عارف ايه، احنا مالناش دعوه. انا بديك مثال. مسكت في حجه ان النادي الاهلي باصص للعيبه الزمالك. طب هو انا باصص للعيبه الزمالك لما انا لاعب بغريب الفلوس، يبقى معناها ايه؟ معناها ان اللاعب ده بيلعب في نادي الزمالك مستني عرض عن طريق نادي الزمالك. نادي الزمالك معروف عنه اللعب والهندسه والتكتكه واللعب، ان هي احسن من النادي الاهلي يا سيدي، احسن من النادي الاهلي في اللعب وفي في المهارات والكلام ده. انا معاك في دي، تمام. مالك ومال الاهلي وبتمسك في نادي الاهلي، والحجه اللي انت فيها تقول لك ان الاهلي بيصفي نادي الزمالك؟
ليه بتبص للحته دي مع ان الحته دي انت السبب فيها؟ انت اللي معلي الفريق، انت اللي معلي اللاعب. لعيبه النادي الزمالك كلها انت مسحتها خالص من الحارس للهجوم، ومسكت في زيزو ان هو افضل لاعب في الفريق. زيزو يا عم هيدفع على الفلوس، هيدفع له فلوس اكتر من اللعيبه، واللعيبه هتزعل. مش مهم، اهم حاجه زيزو يبني. اهم حاجه زيزو احنا بنبني عليها الفريق ويستمر في النادي. يا عم هيعمل مشاكل في الفلوس، وهتدفع فلوس ازاي واللعيبه هتغير من بعض وهتعمل مشكله، وكل لاعب هيجي يجدد هيقول لك لا انا عايز زي زيزو. زيزو مش افضل مني. مفيش اي حد بني ادم كشخص، سيبك من حكايه لاعب كوره والكلام ده وشبعان فلوس، لا. اي شخص ما بيحبش حد احسن منه. انا بلعب في نادي زيه، وبسجل اهداف زيه. انا مدافع، لا انا بقوم بواجبي احسن من زيزو في الدفاع. لما يكون عليا هجوم تقيل وانا بسند. حسام عبد المجيد الونش اللي انت ماسك له حاليا برضو، ان الونش عايز يروح النادي الاهلي. الناس دي بتبص للفلوس. الونش كان بيتعالج وقال لك انا كنت بتعالج على حسابي. انت فين من الحته دي؟ نادي الزمالك هاجمت ادارته اللي هي طلعت وكانت رايحه تجيب مشلاك ودفعت له فلوس، ومش معاها ان هي تكمل باقي العقد. مشلاك خد بعضه دار على فين؟ على الفيفا عشان يعمل لك مشاكل من جديد. هتقعد تغسل من جديد. انت راجل لو بتفهم صح وبتفهم كلامي، بص لنفسك وما تبصش بره. انت تبص ناديك ده بيعمل ايه؟ ادارتك تعبانه، ما تطالب براحلها يا عم. ماسك ليه في النادي الاهلي انت؟ ما تطالب براحلها. احنا تقول لك ما هو في ناس من عندنا برضو، عشان برضو انا اقول لك كلمه الحق، في ناس من عندنا طلعت وقالت ان زيزو ده بالونه، ودلوقتي بتحتفل ان زيزو راح النادي الاهلي. اقول لك الناس دي بوشين والناس دي وحشه؟ لا، الناس دي قالت لزيزو بالونه ليه؟ بسببك انت. انت اللي خليته ايه؟ نفخته وخليته افضل لاعب، ولما مشي من عندك رحت شتمته. طب بتشتمه ليه؟ مش انت اللي كنت قلت عليه احسن لاعب؟ وهو مش عايزك، عشان مش عايزك شتمته؟ عشان هو مشي انت شتمته؟ بتدور على الاسباب الاول، وبعد كده بص للنادي بس. افهم وفكر وقول، وعايز تشتم اشتم براحتك. سلام عليكم.